في نصيحة بقدمها لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله رشدي، وأقسم بالله أنها نصيحة من يريد لك كل الخير. مش بقول إن كلامي حق مطلق، ده مجرد رأي ممكن يكون صواب وممكن يكون خطأ. أنا من رأيي إنك مشرف على الوقوع في خطأ جسيم. أنت طالع النهاردة ببرنامج تتكلم فيه على مشكلتك في نفس البرنامج اللي طلعت فيه أم بنتك أستاذة أمنية. ده زي ما أنا قلت لحضرتك إنه خطأ من رأيي، خطأ لأن الكلام في المشاكل اللي زي كده مش المفترض أبدا يكون في الإعلام. حتى لو طالع تقول كلام كويس وكلام جيد، المفترض الكلام في مثل هذه المسائل يكون في المجالس المغلقة. أغلب الناس بقت ضد أستاذة أمنية حجازي مش عشان كلامها صح أو خطأ، إنما عشان فتحت باب من المفترض إن هو ما يتفتحش بظهورها في الإعلام. مفترض نعلم الناس تتجنب الكلام في المسائل الشخصية في القنوات وفي النت. حضرتك أبو الكتمان ومعلم في الحفاظ على حياتك الشخصية. إحنا مش مطربين مهرجانات ولا ناس عادية عشان نعرض حياتنا الشخصية على المشاع. على فكرة أنا في أول أسبوع في المشكلة ما حبيتش أصلا أتكلم في الموضوع ده، إن المجتمع عنده ما يشغله أهم بكتير من الخوض في المشاكل الشخصية. أستاذة أمنية أخطأت في اللي عملته، وأنا شايف إن حضرتك رايح لنفس الخطأ. بكرر كلامي، حتى لو هتطلع تقول كلام كويس وكلام جيد، المبدأ أصلا خطأ. الأمر التاني، إيه بقى الشخصية اللي حضرتك طالع معاها؟ مين هي دي؟ أنت وأنا وكل الناس عارفين إن هي مش بتحبك أصلا، إنها لما لقت فرصة تنهش في عرضك استغلتها على أكمل وجه. لو كان الترند فضل ضدك ما كانتش هتستضيفك أصلا. هي بس لما لقت الترند بقى معاك والناس متعاطفة معاك على حق، قررت ان هي تستضيف. فانت من وجهة نظري اخطأت في اختيار الموضوع واخطأت في اختيار الشخصية اللي هتطلع معاها، ده هيخسرك كتير. انا كنت حابب قوي اسلوبك في اول اسبوع في المشكلة، ادارتك للمشكلة كان بارع، صامت وثابت وراسخ ومش عامل شوشرة. دلوقتي حضرتك ابتديت تنزلق، انا عارف انه غصب عنك. لو حصل وطلعت مع الشخصية دي، نصيحتي ليك بقى اقفل على الموضوع ده تماما. مجال يعني ما يكونش في الإعلام، إنما يكون بينك وبين بنت، عشان نخرج للمعروف ونلتفت بقى لمصلحة بنتنا الصغيرة. أرجو منك إنك ما تتضايقش من كلامي، وشكرا ليكم جميعا.